السلام عليكم أصدقائي. في فيديو اليوم راح نحكي عن موعد توقيت مباريات الدوري السوري للجولة 13. أهم المباريات راح نحكي توقعاتنا يلي بالفيديو الأخير حضر توقعات طلعت كل التوقعات معنا صحيحة باستثناء مباراة وحيدة، وأنت بكومنت اكتب لي توقعاتك. أي مباراة راح نذكرها وراح نحكيها فيك بكومنت تكتب لي توقعاتك. بنهاية فيديو اليوم أنتوا بس تسمعوا نهاية فيديو اليوم يعني في عوجة، لا، بنهاية فيديو اليوم في يا سلام فقرة جديدة بدال يعني فقرة جديدة اسمها يا سلام. رح نحكي عن لقطة جدا رائعة، لقطة جدا مميزة حصلت في الدوري السوري. هذا الشيء رح نحكي بنهاية فيديو اليوم. مشان هيك تابعنا نهاية فيديو اليوم ودعمنا بلايك، اشترك بالقناة، وانا لكم كون الشاكرين. اذا المباريات رح تصير نهار الجمعة ان شاء الله ب7 نيسان الساعة 3 بتوقيت دمشق. تشرين ما رح يكون موجود بهالجولة، مباراته امام حطين أجلت بسبب مشاركته الخارجية، راح يواجه المريخ السوداني. بتمنى من القلب التوفيق لنادي تشرين، وأنا متفائل خاصة بآخر مباريات تشرين بالدوري السوري كان أداء والنتائج عم تتحسن ممتازة. من القلب بالتوفيق لممثل الكرة السورية تشرين بالمباريات أو بالمباريات الخارجية أمام المريخ السوداني. خلينا نبلش بأولى المباريات ونحكي عن مباراة الطليعة وجبلة. المباراة راح تصير على ملعب البلدي بحما. بالجولة السابقة الطليعة كان عم يخسر أمام الوسبي بثلاثية قاسية، الأمانية يعني كانت ثلاثية قاسية على الطليعة. بالنسبة لجبلي كان بالجولة الأخيرة عم يتفوق على حطين بهدفين مقابل هدف واحد بمباراة شهدت جدل تحكيمي، وعملنا حلقة وحكينا عن الأخطاء التحكيمية صارت بالمباراة. بالنسبة للطليعة حاليا هو بالمركز التاسع، بالنسبة لجبلي حاليا بالمركز الثاني على بعد نقطة وحيدة فقط من المتصدر اللي هو الوسبي. إذن الطليعة وجبلي على ملعب البلدي بحما. بالنسبة لتوقعاتي أنا أتوقع، نرجع نعيد توقعات وليست أمنيات، لا حد يزعل مننا. أنا بتوقع بهالمباراة تفوق نادي جبلي. اكتب لي بكومنت توقعاتك. المباراة الثانية راح تجمع الوحدة أمام المتصدر الوسبي على ملعب الجلاء بدمشق. مباراة رائعة، مباراة صعبة على المتصدر. الوحدة بالجولة الأخيرة كان عنده استراحة أو كان ما في عنده مباريات بسبب انسحاب الجزيري. حاليا عم يحتل المركز الثامن. الوسبي بالصدارة، الوسبي واثق الخطوة يمشي ملكة، متصدر للدوري السوري. بالجولة السابقة كان عم يتفوق على الطليعة بثلاثية مثل ما حكينا قبل شوي. بالنسبة للوسبي لا مجال للأخطاء، حتى التعادل يعتبر خسارة لأنه أنت عم يترصد لك جبلي، جيش، أهل حلب، 3 أندية على بعد نقطة وحيدة من المتصدر. الوحدة والوسبي ملعب الجلاء بدمشق. اكتب لي كومنت توقعاتك، حط توقعاتك قبل ما اقول لك توقعاتي. بالنسبه لتوقعاتي اتوقع تفوق نادي الوسبي. اكتب لي بكومنت مره ثانيه توقعاتك. المباراه الثالثه رح تجمع الكرامي والمجد. الكرامي بالجوله الاخيره كان عم يخسر امام اهل حلب بهدف مقابل لا شيء، حاليا بالمركز السابع. المجد بالجوله الاخيره كان عم يخسر خساره قاسية أمام الجيش برباعية، الجيش اللي راح يكون غايب عن هاي الجولة بسبب انسحاب نادي الجزيرة. المباراة على ملعب الباسل بحمص، فرصة من ذهب لنادي الكرامي ليحصد 3 نقاط. يعني نحن نادي الكرامي بنحكي عن أسوأ فريق تقريبا بالدوري السوري من حيث التسجيل. أسوأ فريق في الدوري السوري، انت بتحكي عن الكرامي 7 نقاط ب 10 نقاط، سيء جدا سيء جدا. والإدارة قبل السفر إلى حلب لمواجهة أهل حلب بدل ما تقول لهم حققوا الفوز لكافيكم اعطيكم مكافآت، نوع من التحفيز، تقول لهم لا، اذا بدكم ال 25% اللي انا خصمتها من قيمة العقود تربحوا على اهل حلب. يعني الشغله بتجكر، فاللاعب ما راح يلعب وما راح ينتصر. بحب بشركم ما هيك بتم التعامل مع اللاعبين. ادارة نادي الكرامي مو هيك بتم التعامل مع اللاعبين. بدك تحفز اللاعب مو تقاهره وتجاكره وتقول له ها انا خصمت عليك 25% يلا اربح شهر ارجع لك اياها. هي اصلا حقه، هي اصلا حقه. بدل ما تحفزه تقول له اربح على اهل حلب وانا بعطيك مني مكافأة، بترجع بتذكره بال 25% يلي خصمتها من قيمة العقد. عوجة كرامي والمجد مثل ما حكينا على ملعب باسل بحمص. بالنسبة إلى توقعاتي يعني المجد الأماني يعني المركز 11 بنقطتين. أنا بشوف المباراة متجهة أكثر لنادي الكرامي. اتوقع بالمباراة تفوق نادي الكرامي. اكتب لي بكومنت توقعاتك. الفتوة سيواجه أهل حلب السبت. هاي المباراة رح تصير نهار الجمعة باستثناء مباراة وحيدة. الفتوة وأهل حلب قمة يا سادة، قمة. فتوه بالجولة الأخيرة كان عم يخسر من تشرين بهدف مقابل شيء، حاليا بالمركز الخامس. أهل حلب كان عم يتفوق على الكرامي الجولة الأخيرة بهدف مقابل شيء. المباراة على ملعب الجلاء، أهل حلب بالمركز الرابع ب 22، فتوه بالخامس 17 نقطة أو عفوا 18 نقطة، عفوا 18 نقطة، فارق 4 نقط. بالنسبة لتوقعات الفتوه أهل حلب سبت هاي المباراة بتوقع أنها تنتهي بالتعادل. اكتب لي بكومنت توقعاتك. اذا بتبقى مباراة حطين وتشرين تأجلت بسبب مشاركة تشرين
خارجية أمام المريخ السوداني. من القلب بتمنى له التوفيق لتشرين وإن شاء الله التفوق. اليوم مثل ما وعدكم فقرة يا سلام، مو عوجة، فيها شيء من العوجة بعدين تيجي. أول شيء خلينا نحكي على يا سلام بطريقة فارس عوض. حضر لي هاللقطة في دوري الشباب، المباراة النهائية اللي كانت عم تجمع بدوري الشباب لتحديد البطل بين أهل حلب وجبلي. أهل حلب كان عم يتفوق ب5 أهداف مقابل هدف واحد على جبلي. شوف لي هالركلة الحرة غير مباشرة، بالله عليك احضر وتمتع، احضر وعيدها مرة ثانية وثالثة ورابعة وتمتع انه نحن عم نشهد هيك لقطة في دورينا السوري. مو الممتاز انا بسميه للرجال، لا بالشباب. تخيلوا هي جوقة او هي الشباب، هي الشباب المستقبل بالنسبة لأهل حلب. يعني بالنسبة لأهل حلب، جماهير أهل حلب، مستقبلكم بخير. هاي اللقطة ما بنحضرها نحن بكل المنتخبات الوطنية، بكل الفئات، شباب، ناشئين، رجال، اولمبي، ختايرة، نسوان، عجاز، بدكم اياه. مستحيل تحضر هيك لقطة. انت عم تحضر من فريق اهل حلب يلي عم يلعب بالدوري السوري، يلي بامكانيات او كادر محلي بلاعبين محليين. انت عم تحكي عن فئة شباب، انت عم تحكي عن فريق انا بشوفه لفريق اهل حلب اكيد راح يحقق بطولة الدوري السوري للشباب للمرة الثالثة على التوالي. بشوفه لو طالع ومشارك بنهائيات كأس اسيا بدال المنتخب كان حقق نتائج. بدك تقول لي بسبب ونحن كنا باحد الفترات كنا نبعث نادي الجيش يمثل منتخبنا. هذا الفريق للشباب ممتع، رائع، رهيب، غزارة بالاهداف، عم يضرب كل الانديه بالاربعه بالخمسه بالسته، ما انه شايف حدا بالدوري السوري للشباب. وهي اللقطه بتدل على تعب كادر تدريبي للفريق، بتدل على تعب تعليم وتدريب. يعني مو بس هيك بتجي الفوز ببساطة. برافو إدارة أهل حلب، برافو الكادر التدريبي، برافو الشباب، لأنه واضح أنه العمل جماعي. ابتداء من نفذ الكرة للاعب لليمين أو لليمين مرفوعة للمهاجم. يعني هذا الشيء يدرس في التمرينات مرة واثنين وثلاثة حتى يزبط. مستحيل يعني بكل تأكيد اللاعبين مو هيك اجوا يلعبوا حرة تاعوا وغمزوا بعض، لا ويلا ننفذ هذيك الحركة، لا، متعلمين عليها بالتدريبات. في تعب للفريق. تخيل انت عم تحكي عن منتخب شباب ما خلى معسكر، ما خلى مباريات ودية، ما خلى دعم مالي، ما خلوا شيء، سياحة وسفر، كل يوم ساحبين لاعبين الأندية ورايحين وجايين وعاملين وحاطين. ما شفت هيك لقطة تخيل يعني ما شفت هيك لقطة. انت عم تحكي عن فريق محلي بحلب، ما طلع من حلب الا اللهم اذا بده يواجه بقيه الانديه، الا ما طلع بحلب، معسكر بحلب بامكانيات محدوده، بكادر تدريبي، عمل لك هيك لقطه. هذا بتقول لي يا موسى عم تبالغ، لا ماني عم بالغ. فئه الشباب بدورينا السيء، بفئه الشباب بالانتكاسات اللي عم نحضرها وعم نشهدها بمنتخباتنا الوطنيه، تحضر هيك كره وتحضر هيك هدف، فشيء يدعو للفخر بالنسبه لجماهير اهل حلب. وانا بالنسبه لي بفتخر بهيك فريق، بفتخر بهيك لاعبين، بفتخر بهيك لقطه، وبهني الكادر الاداري والكادر التدريبي واللاعبين والجماهير على هيك فريق. بكل تاكيد هو مستقبل كرة أهل حلب وممكن يكون مستقبل الكرة السورية. مبروك أهل حلب بطولة الدوري السوري للموسم الثالث على التوالي. بانتظار مباراة الإياب، بعتقد المباراة صعبة على جبلي، هارد لك من القلب. كمان شبان جبلي عم تحضر، أنت شبان واعدين، إنما أهل حلب عندهم سطوة على فئة الشباب. وهي الكرة فينا نقول بطريقة فارس عوض يا سلام، أهل حلب يا سلام، حلب يا سلام، الاتحاد يا سلام، جماهير أهل حلب يا سلام. هدف ولا أحلى للأماني، يا سلام، يعطيكم العافية. يعني وقت حضرت الهدف أنا والله انبسطت. بتمنى كل الأندية لفئة الشباب تهتم هيك لحتى تشوفوا فريق بالسنوات القادمة رح يكتسح الدوري السوري. تذكر كلامي، هذا الفريق اللي عم تحضره لفئة الشباب لأهل حلب بالسنوات القادمة لفئة الرجال رح يكتسح الدوري السوري. ممكن تشوفوا بآسيا بهيك طريقة، بهيك عقلية، بهيك مدرسة اسمها أهل حلب. حبيت انهي الفيديو اليوم بشيء يا سلام، اتركونا من العوجة شوي. بتمنى عم تحضرنا على اليوتيوب تشترك بالقناة، تحضرنا على الفيسبوك، لايك للفيديو. انا لكم كون شاكر، اتمنى دائما تضلوا على خير. السلام عليكم.